يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم فادي محروس محمود حسن من قناه لايف تي ميكس، ورجعنا لكم فيديو جديد وفيديو حاجه جديده هنعملها هنا في القناه. أيوة. ان شاء الله تعجبكم، اللي هي لو حد مش بلس 18 يخرج، مع اننا مش بلس 18 يعني حاجه بلس 10 حد اقل من 10 يخرج من الفيديو. نحكي قصص رعب، لا في عيال صغيره بيتفرجوا. قصص رعب حصلت لشادي وحصلت لي، بس انا حصلت لي شويه بس مع شادي يا ابوي، عشان هم بس كانوا عايشين في اسكندريه، فحصلت معاهم شويه حاجات كتير وقرايبهم كمان. اوكي هنبدا شويه قصص، يعني انا قصه شويه وهو قصه شويه. ابدا انا. ابدا انت. احنا سافرنا، رحنا راس البر. راس البر. خالتي خدت شقه قاعده فيها. خالته خدت شقه. كانت بالليل بتلاقي الكوره بتتنطط لوحدها، كرة السله عماله تتنطط لوحدها. او ربنا كانت تصحى بالليل تلاقيها. بنت خالتي بقى كانت مش بتخاف، كانت بتتفرج على احمد يونس بالليل تطفي الانوار، كانت بتقعد لها تقول لها انا قعدتلك هنا. عدلها مش أقسم بتخاف، بالله. قلبها جاحد. قاعدة بجد بتتفرج. الحاجات دي حصلت فعلا. وكانت كل يوم تقعد تتنطط وهم قاعدين في الشارع مش خايفين، بس عشان ربنا موجود. ايوه ربنا ايه موجود، ما نخافش من اي حاجه. اوكي تاني قصه ليا. ايوه. احنا كنا واخدين شقه زمان في اسكندريه، كنا بنسيب خالتي وستي لوحدهم في البيت، كنا بنخرج عشان هما كانوا تعبانين، يعني الاتنين عواجيز، نص عواجيز. نشوف كانوا عمالين يسمعوا الشبابيك بترزع والشبابيك بترزع والباب عمال يرزع حاجه سودا، وانا كنت بخاف في الشقه دي بطريقه مش بعرف انام خالص. الكلام ده من يجي عندي 4 سنين 5 سنين، فكنت بخاف جدا مش بعرف انام، يعني كانت حاجه مرعبه جدا. كان اسوأ مصيف قضيته في حياتي. اوكي دورة قول. قبل كده بنت خالتي هي برضو هي كله بيحصل مع بنت خالتك. والله هي كبيرة ماشي، اسمه ده جابت احمد يونس وطفت الانوار وسمعته. كانت نامت وهي نايمة لقيت حد عمل لها على شعرها كده، سألت امها تاني يوم قالت لها مفيش حد جه جنبي، وهي حست ما عادي، ما هي ممكن بيتهيأ لها عشان هي بتكون خايفة فبيتهيأ لها، يعني مش قصة مرعبة أوي. احكي قصة تانية. احكي بتاعت الحلم. قول شوف هتحلم ايه. انا قبل كده حلمت حلم اللي كان مفيش حد في الشقة، كانوا فين؟ راحوا مدرسة اختي، فانا رحت على هناك لقيت 6 منقبة ماشية ورايا لغاية هناك. ده حلم. وجيت هنا ماشي، امي جابت اختي قالت لي انا اختي الصغيرة، ده حلم، قالت لي انا اروح اجيب حاجات وانت خدي مفتاح واطلع. طلعت بفتح الباب وقفلت وببص وراه مرة واحدة لقيت شكل عفريت كده مرة واحدة، رحت سد من النوم. حلم كابوس زي اي كابوس يعني عندنا. اوكي انا القصة اللي بعديها يعني اقول لكم ايه، يعني في واحدة صاحبة اختي ماشي، ومرات ابن خالتي، يعني فاهمين؟ استنى ماشي عادي. بصوا مرات بنت خالتي، مرات ابن خالتي ماشي، ساكنين قدام صاحبة اختي، فاهمين يعني؟ اوكي فاللي بيحصل عند مرات ابن خالتي انه بيشوفوا حد كده من غير وش بيقف لهم على باب كده من بيبان الشقة، وانه مش بيخليهم يدخلوا، بس مسالم ملهوش اي تفاصيل وش، يعني واقف كده. وكان حقيقي، وكان صاحبة اختي كانت بتشوفه فعلا من الشباك بتاعه، كانت بتشوفه. فجابوا ابونا وصلوا هنا والحمد لله مشي يعني، بس هو كان مسالم يعني مسالم. اوكي دورك. قبل كده واحد قريبي كيه راح البحر بالليل، قعد هناك لا حد عمال يناديله. النداهة رحنا احنا للكبير قوي، النداهة كمل. لا حد عمال يناديله، راح قام خاف، قام يمشي لا حاجة بتسحبه، راح طلع يجري بالعافية. والله بجد؟ ربنا اسمه محمود. ماشي تقريبا ماشي. انا القصة اللي بعديها هي قصة زي بتاعت قصص شادي كده، يعني مثلا كنا في نفس الشقة اللي في اسكندرية دي برضو ماشي. كنا نايمين، فبنت خالتي بتقول كان في حد عمال يلعب لها في ودنها، فخايفة تلف عشان تلاقي مثلا عفريت،
ماشي. بعد شويه قامت، كانت فاكراها اختي، فلقيت اختي نايمه. فبعد ما صحينا كلنا سالتنا برضو حد لعب لي في شعري، قالت لها لا. حلو. وبعد ما احنا مشينا من الشقه المسكونه دي عرفنا ان في واحده انتحرت على شباك البتاع، يعني وقعت من دور انتحرت على الشباك بتاع الاوضه دي. يعني قمه الرعب، قمه الرعب. شفت؟ حلو. ماشي انت. سودا خالتي بنتها اتجوزت، هي وجوزها هي وجوزها وحد تاني صاحب جوزها ولا مين ومراته، يعني بنتين وراجل. سودا راحوا البحر بالليل، كانوا واقفين كل شويه، هما الاربعه واقفين كده والبحر التاني باصين، كل شويه يلاقوا ست هنا منقبه يجي. عرفتها، سمعتها صح؟ من امك. بس دي ما اعتقدش انها عفريت. مش عارف، يجي من هنا يقول لي ده في ست جنبيك، يلاقوها بص جنبيك كده يلاقوها جت الناحيه يعني التانية. بصوا، يعني واحده منقبه ماشي بتلف عند واحد، ف بنت تساله في حد وراك، يجي يبص تلاقيها راحت الناحيه التانية. بيقول في واحده بعد كده قال لها في واحده وراكي، بصت ما لقيتهاش برضو. كمل. هما اتنين مشيوا وبنت خالتي كان هما 4، 2 مشيوا وفاضل 2. بنت خالتي وجوزها ماشي. قعدوا، راحت سألوا الست دي انت عايزه ايه؟ لا لقوها اختفت. او ربنا بجد الحاجات دي حقيقيه والله بنألف. اوكي كفايه كده اعتقد رعب. والله انا اترعبت. انزل موسيقى بنت مرعبه عليها على اليوتيوب. ايه رايك في الفيديو ده؟ الفيديو حلو. ماشي يا جدعان، لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وتشغلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا قربنا على 150 مشترك. يلا كل واحد ينزل يعمل اشتراك. ماشي. كان معاكم فادي محروس، محمود حسن، قناه MTV. مع السلامه.